احنا النهارده في المتحف المصري الكبير، اكبر متحف في العالم مخصص لحضاره واحده هي الحضاره المصريه القديمه. المتحف معمول على 100,000 متر مربع، اتكلف بناؤه $1.5 مليار على 20 سنه. النهارده اتفتح من المعرض 12 قاعه، ال 12 قاعه دول هنقدر النهارده ان احنا ندخلهم مع بعض ونشوف القاعه الكبيره وشويه من الاماكن اللي فتحت. لسه المتحف ما اتفتحش بالكامل، هيتفتح في شهر سبتمبر ان شاء الله. يلا بينا نتفرج مع بعض على المتحف من جوه. أول ما بندخل من بوابة المتحف بنلاقي 10 تماثيل لسلسلة الأول واقفين بيرحبوا بينا في المتحف. الناحية التانية من الدرج الأعظم بيبقى متقسم لأربع معارض. المعرض الأول هو معرض الملوك، بعد كده معرض المعابد، بعد كده معرض المعبودات، وآخر حاجة بيكون معرض الحياة الأبدية. هنا أول معرض بنشوفه بيكون معرض الملوك على الدرج الأعظم. وده المعرض الثاني من الجزء الثاني في الدرج الأعظم المتعلق بالمعابد. وده المعرض الثالث من الجزء الثاني في الدرج الأعظم المتعلق بالآلهة والمعبودات. وده الجزء الأخير من المعرض المتعلق بالحياة بعد الموت أو التوابيت، هي العالم الآخر بالنسبة للمصريين القدماء. وده كان الدرج الأعظم والأربع معارض اللي اتكلمنا عليهم. لو بصينا الناحية التانية هنلاقي فيه بانوراميك فيو للأهرامات. طبعا عشان اديكم أحسن اكسبيرينس ممكنة، مارك قرر ان هو يساعدنا. مارك از وركينج هير، صح؟ انت شغال هنا؟ انا شغال هنا بالظبط. بقالك قد ايه في المتحف؟ قاعد بقالي من اول ما فتحنا العرض المبدئي. التمثال ده عاش مع الشعب في ميدان رمسيس. هو اكشلي مسمين ميدان رمسيس على اسم التمثال بتاع رمسيس. بعد كده عندنا هنا الدرج العظيم، في انا شايف 3. في الجراند ستيركيس بقى، هو الدرج العظيم اللي بعد ما نخلص الفيزيت في الجراند اتريوم او في البهو العظيم اللي فيه الملك رمسيس. البهو هو المكان الواسع اللي بتدخل له من مكان ضيق، وده بالظبط اللي معمول هنا، ان احنا بندخل من مكان ضيق تقريبا مظلم تبقى في مكان واسع جدا. فهو ده مبدأ البهو، وده كان عند المصريين القدماء في طريقة البناء أصلا. من أول البيت لحد الهرم كانت هي دي الطريقة، إن أنت لازم بتدخل في تواضع، وبعد كده على حسب مكانتك الاجتماعية جوه بيبقى شكله عامل إزاي. اكشلي دي نقطة حلوة جدا جدا أنت أضفت لها فعلا، لأنه في الديزاين الأساسي اللي اتعمل هنا، الديزاين كانت شركة اسمها هينيجان بينج اركيتكتس، شركة هاف ايرش هاف تشاينيز. واصلا الديزاين الاساسي بتاعهم ما كانش فيه البوابه اللي انت بتقول عليها دي. البوابه دي اضافه مصريه على فكره، واضافه مهندسين مصريين، وفعلا معموله عشان اللي انت قلته، عشان ان انت لما تخش من منطقه ضيقه بالظبط زي ما المصريين كانوا بيعملوا، يديك الاحساس بالاوبيولنس كده، او في الجريتنس، ورامسيس وهو مهيمن. وبرضه مع ذلك بتحس ان انت في مكان لايق بيه، يعني انت تحس ان انت في مكان ملك رمسيس الثاني اللي هو اعظم بناء في مصر القديمه كلها. لو كان هو اللي بيبني المتحف ده كان ممكن يفكر بالطريقه دي، كان هو هيختار مكان بالمنظر ده. هل في سبب معين لاختيار سلسله الاول ولا وفره التماثيل؟ لا، الراجل ده من اعظم الملوك في الاسره ال 12 في الاسرات الوسطى، وكان بناء والناس تروح هناك في الكرنك تشوف اجمل تحفه
في العماره الهندسيه من اجمل التحف في العماره الهندسيه في مصر القديمه اللي هي الوايت تشابل بتاعت الملك ده، بتاعت الملك سنوسرت. الوايت شابل، المقصوره البيضاء بتاعته، وفيها كميه لوكجري باينه جدا جدا في الراجل سنوسرت الاول. في ناس يعني من ضمن الاراء ان هو اللي حط النيوكليوس بتاعت معابد الكرنك، هو اللي ابتدى الاساس في معابد كبيره جدا اللي هي اكبر صرح ديني دلوقتي في التاريخ لحد النهارده، معابد الكرنك بتاعت الاقصر يعني. فبالطبع جبنا له ال10 تماثيل بتوعه دول وحطيناهم على الدرج بحيث يكون اول حد انت بتشوفه كمان وانت داخل يعني. انت بتشوف رمسيس هو وبعديها رمسيس طول مفيش حد سنوسرت بيغلب بيبص عليك. بس مفيش حد بيغلب رمسيس. دلوقتي هندخل على قاعات العرض الرئيسيه اللي لسه فاتحه، بقى لهم تقريبا 4 أو 5 شهور، هم 12 قاعه. اللي بيجي الزائر هو بيدخل كتاب تاريخ حرفيا، يعني بيخش يعرف كل حاجه عن التاريخ في مصر القديمه. اول قاعه طبعا بتبتدي بتلاقي نهر النيل في النص كده، وهو بيقول لك قد ايه انه النيل في مصر كان هو الكور، كان هو الاساس في الحضاره المصريه القديمه، وبسببها جه هيرودوت حتى الرحاله اليوناني قال Egypt is the gift of the Nile، مصر هي هبه النيل بسبب الموضوع ده. وحوالينها بتلاقي فاترين او باترينات كده محطوط فيها الادوات والمعدات بتاعتهم البدائيه خالص خالص من قبل الاسرات والعهد والعصر الحجري، من الادوات الحجريه والادوات الحجريه بتاعتهم من حجر الصوان، كانوا بيستخدموه الفلنت نايفز. وبعد كده المجتمع بيتطور واحده واحده بقى مع مع الاقي فن. اول ما الاقي فن ابتدى يظهر لي وذهبات وذهب وحلي، اعرف انه خلاص المجتمع تحول من عصر معتمد على الصيد لسه بدائي، معتمد على الحاجه اللي الطبيعه بتديها له على الجاهز، لا خلاص ده هو ابتدى يتعمق ويتمدن ويبقى عنده كتير من الادوات والحلي زي ما قلنا، والزراعه بتخش في الموضوع ويبتدي ينظم زراعته والكالندر بتاعته والتقويم بتاعه على حسب الفيضان بتاع النيل اللي بيجي من يوليو لاكتوبر كل سنه وهكذا وبس. وبتنتهي القاعه دي بتمثال رائع جدا بتاع ميتري اللي هو الكاتب المصري، اللي هو يعني بيقول لك قد ايه ان مهنه او الحضاره المصريه ظهرت مع الكتابه في 3500 قبل الميلاد. قاعه رقم 2 فيها المهيمن عليها طبعا الملكيه في الاسرات القديمه، ومهيمن عليها غرفه نوم والده الملك خوفو اللي هي الملكه العظيمه حتبحرس، اللي هي يعتبر اقدم غرفه نوم جنائزي طبعا في التاريخ كله، والكرسي بتاعها الجميل. والمجموعه الكوليكشن بتاعت الاواني والقوارير بتاعت زوسر اللي لقيناها تحت الجاليريز بتاعته اللي موجوده في منطقه سقاره العظيمه يعني. بس القاعه الجميله دي برضو هي مهمتها ان هي تبتدي تدي لك الايحاء او المفهوم عن الملكيه في مصر في الوقت ده بالذات، وقت ما كان الملك كان God on earth، يعني كان معبود وكان بينظر لتماثيله ان هي مش مجرد تماثيل لانسان طبيعي، ده ديفاين يعني انسان ديفاين، انسان مقدس مش اي حاجه. فهتلاقي وش الملوك معمول بنوع من البرفكشنزم، بنوع من التقنيه والمهاره العظيمه كامل يعني. خلاص بقى احنا خلصنا الاسرات القديمه والعصر الانتقالي الاول، دخلنا على الاسرات الوسطى ولقينا فيها الماكيتس او التماثيل ال3 دي بتاعت الجيوش اللي لقيناها في مقبره مسيحتي، الراجل النبيل مسيحتي برضو من الاسرات الوسطى. وبنلاقي مناظر للحج، اشكال الحج والتوابيت الجميله جدا. مهيمن عايز يقول لك قد ايه انه الحج في مصر القديمه كان ابتدى يزدهر وينتشر في وقت الاسرات الوسطى. وكان على فكره المصريين كل سنه يروحوا يحجوا للراجل اوزوريس اللي موجود في سوهاج في ابيدوس، اللي مؤمنين ان هو اتدفن هناك في المنطقه. مجتمع فيه فن المجوهرات والفن الحلي والمذهب، يعني يكاد يكون افضل المجوهرات والحلي في تاريخ مصر القديم كله. مجوهرات فكريه كمان في الورق البردي، لان الورق البردي فيه افكار وقصص حكمه
صعب جدا تلاقيها في وقت تاني او في حته تاني في العالم الا عندنا الوقت ده. في الوقت ده. تتكلم على 15 قبل الميلاد و16 و17 قبل الميلاد. طب انتوا ازاي مخكم وصل لفكر وعقلانيه بالمنظر دي؟